السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير دايما وسعادة. في الفيديو ده انا عملت لكم فكرة حلوة جدا للناس اللي ما بتحبش الجبنة القريش وبتحب الجبنة الحادقة. هحول لك الجبنة القريش دي لجبنة حادقة في 5 دقايق وبمكونات سهلة جدا، وكل المكونات موجودة في البيت زي ما انتم شايفين كده. دي قطعة جبنة قريش، وهتشوفوا دلوقتي انا هحولها ازاي لجبنة حادقة او جبنة قديمة في 5 دقايق. مش هتاخد منك اي وقت، وكمان سهلة جدا. لأول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، وما تنسينيش في لايك للفيديو. يلا بينا نشوف الطريقة. معايا هنا قطعة من الجبنة القريش اللي هي البيضة. اي جبنة قريش عندك هنعمل بيها الطريقة دي. اصلا الجبنة القديمة والجبنة الحادقة بتتعمل من الجبنة القريش. معايا هنا طاسة حطيت فيها قطعة من السمنة البلدي. الوصفة دي ينفع تعملي بيها بالسمنة البلدي، وممكن تعملي بالزبدة. اهم حاجة تكون زبدة او سمنة بلدي. معايا هنا قطعة من السمنة البلدي، يعني معلقة او نص معلقة كده. هسيب السمنة هنا تسيح في الطاسة لحد ما السمنة معايا تتحرق، يعني مش تتحرق قوي. وهنا حطيت ملح، معلقة صغيرة من الملح. طبعا الجبنة القريش ما بتكونش حادقة، بتكون دلع شوية، فاحنا عايزين نحدقها زي الجبنة الحادقة. فحطيت هنا الملح وحطيته مع السمنة علشان يساعد على ان السمنة معايا تعمل مرطة، وكمان تخلي الجبنة معايا حادقة. هسيب السمنة تتحرق. عايزة اقولك ان الجبنة القريش اصلا بيتحط عليها مرطة، بيتحط عليها سمنة بلدي، المرطة بتاعت السمنة البلدي. فاحنا دلوقتي هنعملها في 5 دقايق وهتطلع معاكي فعلا جبنة حادقة، وكمان احلى من الجبنة الحادقة كمان. هنا معايا خلاص السمنة اتحرقت بالشكل ده كده وعملت مرطة. وكمان عايزة اقولك لما بتحرقي السمنة هتدي برضو لون حلو في الجبنة وطعم حلو جدا، والسمنة بتخلي الجبنة معاكي قوامها حلو. معايا هنا شوية زيت كده، معلقتين من الزيت. ومعايا هنا فلفل احمر، ده فلفل رومي احمر. الفلفل ده بيخلي طعم الجبنة جميل جدا، واصلا برضو بيتحط على الجبنة الحادقة، يعني بيدي طعم جميل وفي نفس الوقت لون حلو، وهو بيتحط مع الجبنة الحادقة. هنحط دلوقتي الفلفل هنا مع السمنة. هنحط بس شوية كده نحمره. هو اصلا الفلفل ده بيكون معانا طري، فاحنا مش هنسيبه كتير، بنديه بس لون على الوشين بالشكل ده كده. دلوقتي خلاص الفلفل اتحمر معايا شوية. هحط هنا معلقة صغيرة من البابريكا. بصوا السمنة شكلها لونها اتغير، بقى لونها محمر كده. بعد كده بحط هنا ربع كوباية من اللبن العادي. المكونات دي كلها بتتحط على الجبنة القديمة او الجبنة الحادقة، بتعمل مثلا المش بتاع الجبنة بيتعمل من المكونات دي. فاحنا هنعملهم في 5 دقايق وهنحط معاهم الجبنة بالشكل ده كده. وطبعا علشان الجبنة تاخد من طعم الفلفل والسمنة والمكونات اللي احنا حطيناها دي كلها، هنضربها في الكبة. دلوقتي حطيت الجبنة والمكونات كلها وهضربهم في الكبة. ودلوقتي خلاص انا ضربت الجبنة مع الفلفل وبقوا ناعمين. بصي بقى شكلهم عامل زي المش كده بتاع الجبنة الحادقة، والطعم كمان عايزة اقولك جميل جدا. دلوقتي انا نعمتها في الكبة علشان لما تيجي تاكليها ممكن تاكليها مثلا تفرديها على التوست،
او تاكليها بعيش. عايزه اقولك هتطلع يعني طعمها حلو جدا، ما تفرقش حاجه عن الجبنه الحادقه. وكمان ممكن تتحكمي في الملح بتاعها. وكمان لما بتتحط في التلاجة السمنه بتجمد الجبنه شويه، ما بتبقاش سايحه معاكي قوي كده. فعايزه اقولك ان الطريقه دي يعني جميله جدا، واللي ما بيحبش الجبنه القريش طعمها حلو بجد. ممكن تحفظيها في علبه بس ما تقعدش معاكي اكتر من اسبوع في التلاجة. يعني ممكن تعملي شويه بشويه، يعني شويه صغيرين، مش كميه كبيره علشان ممكن تبوظ معاكي. فانتي خليها مثلا اسبوع في التلاجة. يا رب تكون الفكره عجبتكم، ومع السلامه.